ماري سيليست، السفينة الشبح أو السفينة المنحوسة. قول عنها ما تحب تقول يا صديقي وسميها زي ما انت عايز. السفينة دي قصتها غريبة ومريبة، وللأسف جزء كبير منها حقيقي. هتقول لي يعني ايه جزء كبير منها حقيقي؟ هو ممكن يكون في جزء منها مش حقيقي. ايوه، هيبقى في جزء مش حقيقي، بس كمل الفيديو للنهاية زي ما عملنا في الحلقة بتاعت قطار زانيتي. الفرق الوحيد هو ان المرة اللي فاتت انا من البداية قلت لك ان هي قصة خيالية، اما المرة دي فانا بقول لك ان هي فعلا قصة حقيقية، ولكن في حاجات فيها مش منطقية هنشوفها في الآخر. المهم، لو أنت عايز تعرف القصة الكاملة للسفينة المنحوسة أو السفينة الشبح ماري سيليست، كمل الحلقة للنهاية. بس ما تنساش زي ما بقول كل مرة إن أنت تدعي لإخواتنا في فلسطين وفي السودان وفي كل مكان في العالم إن الله ينصرهم. أسأل الله إن هو ينصر الإسلام والمسلمين دايما وأبدا في كل مكان. بعد الإنترو نشوف القصة فيه. قصة السفينة دي بدأت يا صديقي من بداية تصنيعها، لما في سنة 1861 وفي أحد الأحواض الجافة الخاصة بتصنيع السفن في جزيرة سبنسر في كندا، يبدأ تصنيع السفينة دي عشان تبحر في نفس السنة، ويكون أول قبطان بيسوقها هو قبطان اسمه روبرت. هو الراجل ده ركب السفينة دي وقادها في رحلتها الأولى، عشان يحصل له حاجة غريبة بعدها، وهو إنه يمرض ويموت بعد أول رحلة قادها بالسفينة دي. هتقول لي عادي يا اسلام، ما هي ممكن اي حاجه زي دي تحصل وتبقى عاديه، يعني ايه المشكله ان واحد ركب سفينه ومات بعدها؟ استنى بس يا صديقي، ما تستعجلش، ده انت هتشوف احداث غريبه جدا. عشان بعدها تتعرض ماري سيليست يا صديقي، واللي كان بالمناسبه وقت تصنيعها اسمها امازون، للاصطدام باحد السفن الغارقه او بقايا السفن الغارقه الموجوده في مضيق اسمه دوفر، وتتعرض وقتها لمشاكل وكده تحتاج ان هي تتصلح فيها. ولكن مش دي المشكله، بعدها تتعرض ان هي تتخبط في احد الشعب المرجانيه ويتضرر الهيكل بتاعها بشكل كبير جدا. عشان هنا قرروا ان هم يرجعوها للحوض اللي كانت بتتصلح فيه او لاحد الاحواض عموما الخاصه بالسفن، عشان يتم تصليحها بشكل كبير. ولكن النار تشتعل في الحوض ده، وبرغم كل اللي انا حكيته لك ده يا صديقي، الا ان السفينه فضلت صامده اتعرضت لكسور ومشاكل والكلام ده، لكنها ما اتدمرتش بالكامل وتم تصليحها. ولكن في سنه 1867 وفي أثناء رحلة العودة بتاعتها من أمريكا تصطدم بالصخور الموجودة على أحد سواحل كندا، وتحديدا ساحل اسمه نوفا ساكوشا. الساحل ده هي اتخبطت في الصخور بتاعته واتضررت بشكل كبير. عشان بعد كل اللي انا حكيته لك ده يا صديقي، قرر واحد امريكي غني ان هو يشتريها. الراجل ده كان اسمه جيمس وينشستر، اشتراها مقابل 1850 دولار. ما تستغربش يا صديقي، المبلغ ده كان وقتها كبير، ولكن المضحك في الموضوع انه صرف على تصليحها مبلغ كبير جدا، 8960 الف دولار، يعني حوالي زي ما قلت لك 8 اضعاف السعر بتاع السفينة اللي هو اشترى بيها. وغير اسمها من امازون لماري سيليست. كل اللي انا حكيته لك ده يا صديقي، مهما بان ان هو غريب ومنحوس وذو حظ عاسر، قول ما تقول زي ما انت عايز، الا ان اللي جاي هو اللي اغرب بكتير. لما بدأت رحلتها الأخيرة في أكتوبر، رحلتها الأخيرة هي ما اتدمرتش، عايز بس أقول لك عشان بس أذكر رحلتها الأخيرة بقى اللي عملت الضجة دي كلها وخلت ناس بتقول عليها سفينة الأشباح. لما بدأت الرحلة الأخيرة ليها في أكتوبر من سنة 1872، وهي إن هي خرجت من نيويورك قصدة جنوة في إيطاليا، وهي محملة ب 1701 من البراميل الخاصة بالكحول الصافي أو الكحول الخام بمعنى أصح التجاري، طبعا عشان يبيعوه او كده في اوروبا. احنا عارفين طبعا الكلام ده عندهم. والله انا شاكك ان ممكن يكون هو ده السبب اساسا. المهم مش دي قصتنا. خرجت بيه الحمولة بتاعتها وقصدت المكان اللي هي رايحاه في إيطاليا أو مدينة جنوة تحديدا، عشان بعد فترة وتقلع سفينة تانية. كان القبطان بتاعها عارف القبطان اللي صعد على السفينة دي وطلع بيه الرحلة الأخيرة ليها دي من أمريكا لإيطاليا، كان بيقودها قبطان اسمه بنيامين بريجز. الراجل ده كان خارج في الرحلة دي هو ومراته سارة وبنتهم اللي عندها سنتين، وطاقم السفينة اللي بيتكون من 7 أشخاص، زائد الحمولة اللي أنا قلت لك عليها بتاعة الكحول. خرجوا للبحر عشان بعد شوية يقابلهم قبطان تاني كان عارف القبطان اللي اسمه بنيامين وعارف ان السفينة دي بتاعته. ولكن الراجل ده لما شاف السفينة دي من بعيد اللي هي ماري سيليست، استغرب ان السفينة واقفة في عرض المية وهادية وما بتتحركش. الكلام ده كان عند جزر الأزور الموجودة بالقرب من البرتغال. الراجل استغرب جدا وقال هو ايه اللي ممكن يكون بيحصل في السفينة دي، لانه مش شايف حركة على متن السفينة، ولا شايف حد طالع ولا حد نازل ولا في بشر بيتحركوا عليها. فقرر انه ياخد شوية من رجالته ويروح بنفسه على السفينة ويشوف ايه اللي حصل فيها.
عشان يحصل له صدمة كبيرة لما يدخل السفينة ويلاقيها هادية بشكل مريب جدا وغريب جدا ومفيش فيها أي إنسان خالص. السفينة موجود على متنها كل حاجة باستثناء البشر، الأكل اللي يكفي الرحلة بتاعتهم والشرب والحمولة بتاعت الكحول، باستثناء إن في 7 براميل مفقودين. هنرجع لقصتهم بعد شوية. المهم يا صديقي ان مفيش كمان حاجة ممكن تكون اتسرقت لو فرضنا ان في قراصنة دخلوا على السفينة دي، لان كان في الوقت ده في قراصنة كتير مش منتشرين في البحر وفي المناطق الخاصة بالبرتغال واسبانيا والمضيق اللي موجود هناك والقصة دي. فما كانش في حتى النظريه دي موجوده، لان مفيش حاجه مسروقه ولا في اثار لا الدم ولا العنف ولا التكسير، فباين ان مفيش معركه حتى حصلت، مفيش حاجه غريبه او مريبه ممكن تكون حصلت. طب ايه اللي ممكن يكون حصل للناس اللي كانوا على متن السفينه دي؟ عشان تبدا يا صديقي كالعاده سلسله من النظريات اللي تبدا تطلع. طبعا اكتر 3 نظريات انت هتسمعهم هتحس ان انت في فيلم خيال علمي، هم النظريات اللي بتطلع كل مره. هو نظريه ان ممكن يكون فضائيين اللي خطفوهم، او هم دخلوا في بعد زمني اخر سفرهم لا للماضي لا للمستقبل، او ان هم سافروا لكون تاني، والكلام اللي بالك فيه ده كله واللي ملوش اي اساس من الصحه. ولكن تعالى بقى للنظريات اللي وارد ان ممكن نقول ان هي حقيقيه. النظريه الاولى كانت نظريه القراصنه، وانا قلت لك من شويه ان النظريه دي ما ينفعش ان احنا نصدقها، لان مفيش اي اثار لا الحاجه مسروقه ولا العنف ولا الدم ولا الكلام ده، ففكره القراصنه كانت مستبعده. الفكرة التانية اللي طرحت هو ان الاتنين القبطان بتاع السفينة دي والقبطان بتاع السفينة التانية اتفقوا ان هم يعملوا الفيلم ده كله علشان ياخدوا التأمين بتاع السفينة. هتقولي طب ثانية واحدة يا اسلام، هو ايه علاقة ده بده؟ اقول لك ان زمان كان قانون البحار في الوقت ده، ما اعرفش القانون ده لحد دلوقتي موجود ولا لا، لكن قانون البحار وقتها كان بيقول بان اي قبطان بيلاقي سفينة في عرض البحر بيعتبر هو المالك بتاعها وهو اللي بياخد فلوس التأمين بتاعها. فالناس رجحوا ان ممكن يكون الخطة دي كلها اتعملت عشان القبطان اللي اسمه بنيامين ياخد فلوس التأمين عن طريق صاحبه. لكن برضو النظرية دي ما تمش إثباتها، لأن فين بقى القبطان بنيامين؟ فين مراته؟ فين بنته؟ فين ال7 اللي كانوا موجودين معاه؟ مفيش حد فيهم موجود. النظرية الثالثة واللي في وجهة نظري ممكن أعتقد إن هي صحيحة إلى حد ما، هي فكرة البراميل اللي أنا قلت لك عليها من شوية. البراميل اللي كانت موجودة على السفينة يا صديقي جزء منها كان من البلوط، مصنوع من خشب البلوط الأحمر، وجزء تاني كان من خشب البلوط الأبيض. انا ما عنديش خبره في الموضوع ده، ولكن وانا بعمل سيرش عن الموضوع ده كانوا بيتكلموا عن فكره ان البلوط الاحمر بيكون اضعف شويه من البلوط الابيض، فبالتالي يقال بان ممكن يكون بنيامين شك او حس ان الابخره المتصاعده من الكحول اللي موجود في البراميل دي هيتسبب في اي لحظه في ان هي هتنفجر، فقرر انه ياخد مراته وبنته والطقم اللي معاه في احد قوارب النجاه وينزلوا بعيد شويه عن السفينه، خصوصا ان السفينه كان في حبل مربوط فيها والحبل التاني نازل في الميه. الناس شكوا ان ممكن يكون هم كانوا رابطين نفسهم بالسفينة، ولكن في عاصفة حصلت قبل ما السفينة التانية تلاقي ماري سيليست بيومين، وارد ان هي تكون خدت القبطان ومراته وبنته وال7 وماتوا في البحر او غيره، ممكن تكون هم ضاعوا بالقارب اللي كانوا راكبينه بتاع النجاة، وبالتالي ما بقاش ظاهر اي حاجة على السفينة وفضلت السفينة دي هي كمان موجودة. ايه اللي بيدعم النظرية دي؟ هو ان في احد اللي لقوا السفينة او القبطان التاني عموما اللي لقى السفينة بيقول ان كان في على متنها مية، او السفينة كانت عاملة زي ما تكون مبلولة، في اشارة ان ممكن يكون في حاجة من العاصفة جت عليها. دي النظرية بالنسبة لي الأقرب اللي ممكن تكون صحيحة، ولكن القضية دي لحد النهاردة مفيش حاجة تجزم بإيه اللي حصل للطاقم بتاعها، لأن هم ما ظهروش مرة تانية بأي حال من الأحوال، لا ظهروا في الماضي ولا في المستقبل ولا ظهر حد شبههم ولا ظهر حد بيقول إنه حتى يعرف. دي كانت قصة سفينة ماري سيليست. قلت لك في البداية إن هي قصة حقيقية، ولكن هيكون فيها بعض الحاجات اللي ممكن تكون غريبة وما تتصدقش، زي ما قلت لك النظريات والفرضيات اللي غريبة وما تتصدقش. ولكن بالنسبة لي القصة مش شايف إن ممكن تكون فيها خيال، عادي جدا إن ده ممكن يكون وارد إنه حصل، وأكيد في تفسير لده. زي ما قلت لك بالنسبة لي كإسلام التفسير الأكثر منطقية هو اللي أنا قلته لك في النهاية، بتاع إنه ممكن يكونوا هم غرقوا هم في قارب النجاة اللي كانوا رابطينه في السفينة. لو انت عندك رأي تاني او ممكن تكون سمعت او شفت القصة دي بشكل مختلف قول لي في التعليقات رأيك ايه. ولو وصلت للحظة دي ولسه مشتركتش انزل اشترك وفعل الجرس، رأيك ودعمك بيفرقوا معايا بشكل كبير جدا. بس كده، سلام.